السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، بعض الإخوة السلفيين أرسل لي بعض الرسائل، بعضهم فيديوهات. إذا بيسمحوا لي إني أنشرها، اللي بيسمح لي راح أنشر، واللي ما بيسمح لي ما بنشر. وبعضهم بالرسائل. واحد من الإخوة أرسل لي رسالة، ذكر قال: رسالة محبة ونصيحة للدكتور عادل وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عادل الكريم، حفظكم الله ورفع قدركم وزادكم علما وتعظيما لله. أسأل الله أن يجعل ما نكتب ونقول خالصا لوجهه، لا حظ فيه للنفس ولا مدخل للهوى، وأن يرزقنا جميعا الوصول إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل الشيطان له علينا سبيلا بإشغالنا بالفاضل عن الأهم، أو صرفنا عن تعظيم الله بما يليق بجلاله. وقد حملني إليكم حسن الظن والمحبة الصادقة والرغبة في الخير أن أرسل ما نقلت من أقوال أئمة الهدى في حديث الجارية الثابت الصحيح الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ فدل به على صحة إيمانها وأقر جوابها في السماء، ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث كما تعلمون أصل عظيم من أصول عقيدة السلف. لا، نحن نعلم أن هذا الحديث غير صحيح، وهو مضطرب وألفاظه تخالف العقيدة الصحيحة، لا ينبغي التفريط فيه، وهو في صحيح مسلم. طبعا هو يرد على الفيديو الذي تكلمت فيه ورددت فيه على شهاب عباس، اللي قال إنه هذه الزيادة صحيحة عند البيهقي، وأنا أثبت أن هذه الزيادة ليست صحيحة عند البيهقي. تلقته، طبعا هو يقول: تلقته الأمة بالقبول، وقرره كبار الأئمة كأحمد والنووي والذهبي وابن تيمية وابن القيم. لا، ما قرروا هذا الحديث. النووي يؤول، وانت حطيت النووي بينهم، ما بعرف ليش. أحمد والذهبي وابن تيمية وابن القيم مظبوط، احنا نرد عليهم ولا نوافقهم. ولا يليق أن نرده بتأويلات المتكلمين أو بالاحتمالات الفلسفية التي تنقض المعنى الظاهر الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الواجب التسليم والإذعان لما قاله الله وقاله رسوله، وتعظيم النص كما هو على وجه يليق بالله دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف. شو معنات على وجه يليق بالله؟ ما بنفهم احنا شو معنات وجه يليق بالله. الأينية معروفة، مفهومة عند الإنسان العاقل، والمكان مفهوم عند العاقل، يعني ما بدنا. طبعا أنا لا أرد عليه، أنا أعرض عليكم نصيحته. والمقصود من هذا الفيديو أن هنالك بعض الإخوة السلفيين المحترمين أمثال هذا الشخص الذي يعني لا يتمنى لي الخير بأسلوب مؤدب. ليش؟ لأنه في قسم ثاني لا بيهدد يعني بزربد وبتحدى بالتهديد فقط. قال: ولا يليق أن نرده بتأويلات المتكلمين بالاحتمالات الفلسفية التي تنقض المعنى الظاهر الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الواجب التسليم والإذعان لما قاله الله وقاله رسوله، وتعظيم النص كما هو على وجه يليق بالله دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف. وما جاء عن الله ورسوله يجب أن يقدم على كل فهم ونظر واجتهاد. صح كلامك، بهذا الكلام صح، يعني بهذا المقطع صحيح، وكل كلامك قبله غلط. قال أحمد، طبعا هو كاتب الإمام، بالنسبة له إمام، أنا بالنسبة لي مش إمام: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا كلام جيد، ما في مشكلة. وأنتم من أهل العلم والفضل، فلا يخفى عليكم خطر تسويغ الأقوال التي فيها شبهة تأويل أو نفي،
حتى لو قال بها من يحسن الظن به، فميزان الحق هو الوحي وأقوال السلف. أسلوبه في هذا الكلام راقي جدا، لكن هذا أسلوب إنشائي، يعني الآن دغدغة مشاعر. أنتم من أهل العلم والفضل، الله يجزيكم خير. وفلا يخفى عليكم، لا، شو يخفى عليكم؟ تزخيف الأقوال التي فيها شبهة التأويل. إحنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر كلمة صفة أصلا. هلا أحمد ذكر، أولاد أحمد، جماعة أحمد ذكروا صفة وصفات وصفة ذات وصفة فعل وصفة ما بعرف إيش. هاي الصفات جابوها من عندهم، ابتدعوها من عندهم، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، إنكار حديث ثابت كأين الله أو رد ظاهره قد يفتح باب التشكيك في غيره من النصوص. ويشك، وين المشكلة؟ شو أعمل له يعني؟ اللي بده يشك يشك. الإنسان أخي العزيز المحترم، أنا ما بدي أذكر اسمك لأنك أنت يمكن ما تسمح لي بذلك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا ماني مسائل عنه، أنا بتكلم بالعقيدة الصحيحة. هذه زيادة باطلة. تشكيك أو شو يعني تشكيك؟ يعني إذا قلنا لناس إنه ممكن يكون في حديث ضعيف في البخاري أو في مسلم بشك في دينه مثلا، يشك بدينه، شو أسوي له أنا؟ ليش هو الله عز وجل أنزل على رسوله القرآن الكريم والبخاري ومسلم؟ لا، الله عز وجل أنزل القرآن الكريم. البخاري ومسلم زيه زي أبو داود والترمذي، وزيه زي النسائي، وزيه زي المجلسي، وزيه زي مسند الربيع، يعني زي الكتب كلها كتب، زي الكليني. بخاري ومسلم شو نسوي؟ يعني في صحيح في ضعيف. طيب، قال فإن أول ويفضي إلى تعطيل الصفات. أي صفات؟ احكي لي إياها. وين بالقرآن الله عز وجل قال ولا تعطلوا صفاتي؟ إذا المسألة خطيرة لهالدرجة، هي مسألة خطيرة كبيرة كثير، هيك لابد إنه يعني كان ربنا ولو آية واحدة نزل لنا ولا تعطلوا صفاتي مثلا، هيك ما في آية هيك يا حبيبي. الذين يلحدون في صفاته، الذين يلحدون في أسمائه، ما فيش في الصفات. ما بعرف من وين جبت هذا الكلام. طيب، احنا بنقول لو انت بتتكلم بهذا الاسلوب زي الفلاسفه والمتكلمين مثل الاشاعره والماتريديه والمعتزله، احنا ما بنزعل. لكن انت بتتكلم بجهه مثلهم، ومن ناحيه ثانيه بتخالفهم. طيب، انكار حديث ثابت كأين الله قال هون ايش؟ حتى لو قال بها من يحسن الظن به، فميزان الحق هو الوحي وأقوال السلف. صح. إنكار حديث ثابت كأن الله أو رد ظاهره قد يفتح باب التشكيك في غيره من النصوص، ويفضي إلى تعطيل الصفات، وهذا ما حذر منه العلماء الراسخون. فإن أول من تأول كان الجهم ومن تبعه. مين قال لك؟ ابن عباس تأول، ابن مسعود تأول، عائشة تأولت، أغلب الصحابة تأولوا. طيب، شو قال؟ ثم صار التأويل مسلكا لمن فر من إثبات الصفات الثابتة بأوهام التنزيه. هذا كله كلام إنشائي وجميل حلو، يعني مرتب مرصوص. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجمعنا على محبة الله وتعظيمه وتعظيم وحيه. آمين يا رب العالمين. أن يجمعني أنا وإياك وكل من هو صالح ويعني محترم أمثالك على الحق. آمين يا رب. وأن يجعلنا من أهل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، إن شاء الله أن نكون كذلك. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة. آمين. محبكم في الله، باحث عن الحق، يرجو الله أن يجمع القلوب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يبحثون عن الحق، وأسأل الله أن يجمعني وإياك على الحق،
وأن يبعدنا عن الباطل يا رب العالمين. أولا أنا أشكر هذا الأخ السلفي، وأتمنى من بقية إخواننا السلفيين أن يتخلقوا بأخلاق هذا الرجل. هو ترى بالمناسبة هو من طلبة العلم، وكان ما بعرف هو أنهى الماجستير ولا لا زال يقدم الماجستير. والله أنا يعني انقطعت أخباره عني منذ فترة، اليوم يعني أرسل لي هذه الرسالة فقط. فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجمعنا، يعني يجمعني أنا وياه على الحق بإذن الله تعالى. وأقول له أخي الكريم، تقبلت نصيحتك وجاءت على قلبي بردا وسلاما، ولكن الحق أحق أن يتبع، وأنا أعلم تماما أنك تحب لي الخير، وأعلم أنك إنسان راقي، أتيت إلى بيتك وأكلت من طعامك، ويعني ما شاء الله عليك استضفتني خير ضيافة، وأنا يعني أشكر لك ذلك كله. ولكن ذلك لا يجعلني أن أثبت على الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أنا ولا أنت إلى الحق يا رب العالمين. وأتمنى من إخواننا السلفيين الآخرين أن يكونوا مثل هذا الأخ الفاضل. ليش؟ لأنه هو ترى بالمناسبة قد يعني يفر الإنسان عن السلفيين بشكل أقسى بكثير مما أنا أخالف هذا الأخ الكريم. أنا أخالفه الآن في المسألة، ومع الأيام قد يتراجع ويكون معاي، وممكن ربي عز وجل يعني يظهر لنا شيء آخر. لكن بالنسبة لنا ما وردت كلمة الصفات لا في القرآن ولا في السنة المتواترة أخي الكريم، فهذا مسألة مفروغ منها. شوف لك شيء ثاني غير كلمة صفات، يعني يقول بدنا نعمل شيء ثاني، لكن كلمة صفات هاي الغيها كليا، يعني انهيها بالمرة. لكن أتمنى، ليش؟ لأنه أحيانا أنا بشعر وبقول لبعض الإخوة أنه جدا قاسي على السلفية من اللي بشوفه. يعني أنا لو أقرأ لكم بعض العبارات اللي جاءتني بعد هذا الفيديو من بعض الناس السيئين، أخجل أن أقرأها، مسبات وكلام فارغ. طب تعلموا مثل هذا الشخص سلفي ويخالفني، ويعني أبدى لي النصيحة. ليش؟ لأن الدين الإسلامي سواء عندي ولا عند هذا الأخ الكريم الفاضل أو غيره، يعني ينصحنا الدين النصيحة، إنه ينصح. أما لا يا فلان يا كذا أنت كذا، إيه طيب وبعدين شو استفدت؟ يعني أبوك وأمك ومسبات، يعني لا أستطيع أن يعني حقيقة كنت أريد أن أقرأ عليكم رسالة من رسائل هؤلاء قليلي الأدب. والله أنا خفت ليشوفها واحد يعني بالمرة ملحد أو يعني صايع، يعني ما عنده دين ولا عنده أخلاق، لا يقول هيك شوفوا هاي المشايخ، والله إحنا ما بنطلع منا هذا الشيء. فلذلك نتمنى من جميع إخواننا المسلمين أنهم يعني يتخلقون بالأخلاق الحسنة، لا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.